الفنانة الصغيرة منى عرفة النهارده احتفالية للأستاذ عادل إمام بمناسبة حصوله على البراءة، تعليقك؟ طبعا مفيش تعليق، بس انا مبسوطه جدا جدا ان هو خد براءه، لان ما كانش ينفع اصلا ان هو ياخد غير براءه، لان احنا محتاجينه جنبينا بفنه الجميل، وهو استاذ كبير جدا وانا بحبه، هو زي بابايا واستاذي، وانا بقول له الف الف مبروك وبهنيه من قلبي من كل قلبي، وان شاء الله تفضل تقدم لنا اعمال تساعدنا وبفنك الجميل، وان شاء الله تفضل في حرية فنية. وطبعا بقول ميرسي للعدالة المصرية، وبس انا طبعا يشرفني يعني ان انا اكون موجودة هنا، لان انا كده بوقفتي دي يعني كده اكون واقفة جنب انكل عادل، ده يشرفني جدا. طب منى، انت مقتبل العمر لسه يعني صاعدة نجمة، قدامك مستقبل، ومصر بتمر بظروف عرض فيلم المسيء للرسول في امريكا وانت عارفه، رايك في الافلام اللي بتسيء للاديان؟ طبعا يعني انا من حوالي 3 ايام او 4 ايام كنت موجوده في نادي النقابه، نادي المهنه التمثيليه. طبعا انا زعلانه جدا من كل قلبي، ومش عارفه ازاي قدروا يعملوا كده، مع ان يعني المفروض ان لو كانوا ناس يعرفوا الاديان وعندهم حتى دين شويه، كانوا يدوروا يعني في الاديان السماويه، حتى عندنا في القران يعني ما ينفعش ان احنا نسيء حتى الاديان غيرنا، حتى لو كانوا كفار، بس ما ينفعش، حرام، غير حرام، عيب، ما يصحش يعني. طبعا انا زعلانه قوي، بس ان شاء الله يعني ان شاء الله انا رايي ان احنا نرد عليهم بافلام زي اللي هم عملوها، ونقول لهم ان الرسول ده هو يعني خاتم الانبياء، وهو استاذنا ونبينا وكل حاجه. انا يعني ده الرسول يعني عليه الصلاه والسلام. طبعا انا زعلانه قوي قوي يعني. منى، انت رقيقه وجميله، لو عرض عليك الحجاب؟ انا يعني يمكن انا ما بفكرش في الموضوع ده دلوقتي، بس مش عارفه اقول لك ايه. انت اخر يعني اعمالك، الاعمال المقبله عليها ايه؟ في مسلسل ان شاء الله اسمه المفتراتي، انتاج شركه ليتس ميديا برودكشن، بطوله انكل محمود الجندي وانا ويوسف حافظ، وان شاء الله انا دوري فيه اسمي سندس. ده مسلسل 3D انيميشن اللي هو كرتون يعني. ده المفروض ان هو كان ينزل في رمضان اللي فات، بس طبعا ما حصلش نصيب يعني. بس انا المسلسل ده اسمي فيه سندس، المخدراتي هو محمود الجندي، ويوسف حافظ هو تيخا ده بيقوم بكل حلقه المفروض بيعمل حاجات بتفطره من غير ما يحط اي حاجه في بقه وهو صايم. يعني مثلا يعني هو يعتبر مسلسل فيه توعيه شويه، يعني مثلا في رمضان المفروض ان احنا ما ناكلش ولا نشرب عشان ان احنا المفروض صايمين، بس في حاجات يعني سلوكيات ممكن تفطرنا، زي الكذب، النصر، الحرام، الغش، السرقه، يعني الفتنه، الحاجات دي كلها ممكن تفطرنا. فده مسلسل اسلامي بيوعينا كلنا من الحاجات دي، وبنقول الحاجات دي ممكن تفطرنا، بس المفروض ان تيخا بيقوم بالحاجات دي كل يوم بيبقى فيه مثلا يعني سلوك مختلفة، والمفطراتي بيوعيه واحنا كلنا بنقول له غلط كده، وفي اخر المسلسل بيبقى فيه زي فزورة، بس ان شاء الله تبقى مفاجأة، هو نازل قريب. منى، انت كنت متابعة انتخابات رئاسة الجمهورية، كنت مؤيدة مين او بتحبي مين؟ انا طبعا كنت طبعا كنت بأيدهم كلهم، وكلهم كانوا كويسين جدا ويليق بيهم المنصب. انا في الجوله الاولى كنت مرشحه الاستاذ حمدين صباحي، يعني طبعا مش انا اللي كنت مرشحه، بابايا ومامتي يعني. في تاني جوله كنا مرشحين انا مش عارفه اقول لك ايه بصراحه، سؤال محرج قوي. كنا مرشحين استاذ احمد شفيق. بس طبعا يعني بالنسبه لمحمد مرسي احنا كنا يعني ايه اللي هو مش عايزين شويه يعني، بس بعد انا مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. هو ناجح وبقى رئيس، انت رايك وعايزه تقولي له ايه؟ ايه رايك في اداؤه الاول في الفتره اللي فاتت؟ طبعا اداؤه كويس جدا وكل حاجه، بس في شويه حاجات المفروض ما كانش يعملها.
يعني زي ان هو يفرض على الناس الحجاب، دي مش هو ما فرضش الحجاب منه. ايوه ماشي اوكي، بس هو يعني بص انا هقول لك على حاجه. انا عندي صحابي كانوا بيمشوا في الشارع، ناس منقبين وناس شيوخ وكده، كانوا يفضلوا يقولوا لهم حرام وكده ويضربوهم في الشارع علشان هي مش محجبه. طبعا ما ينفعش، الاسلام يسر مش عسر. بس هو ما عملش كده منها وما قالش. هو ما عملش، بس هقول لك على حاجه. حته ان هو يطلع في التلفزيون يقول الحجاب ومش عارفه ايه وكده، هو بيوعي الناس ان الحجاب ده حاجه مفروضه، طبعا حاجه مفروضه وكلنا عارفين ان دي حاجه مفروضه في ديننا. بس لما طلع هو وقال كده، طبعا دي حاجه كويسه ان هو يوعي الناس ويقول لهم. حته ان هو يطلع يقول كده، الناس المنقبين والشيوخ والحاجات دي يعني بيتفحم قوي، فطبعا ما ينفعش الناس دول يمشوا في الشارع يفضلوا يهزقوا في الناس علشان مش محجبين. دي حريه شخصيه، دي اولا. تاني حاجه الاسلام يسر مش عسر يعني. وبعدين انا مش عايزه اكتر عشان ما اغلطش. انت سمعتي حازم ابو اسماعيل؟ ايه رايك فيه؟ بصراحه ما كنتش مؤيده يعني بصراحه. ما كنتش خايفه منه، لا بس هو كان متشدد قوي. ابو الفتوح هو يعني هقول لحضرتك حاجه. ابو الفتوح هو زي حازم صلاح ابو اسماعيل وزي محمد مرسي، هم كلهم يعتبروا عايزين يطبقوا الشريعه الاسلاميه، ودي حاجه مش عيب ولا حرام، بالعكس دي حاجه كويسه جدا. بس مش بالطريقه ان هم يفرضوا يعني كده. ماشي بص هقول لحضرتك على حاجه. انا حكيت لحضرتك بقى، بص انا مش عايزه اكتر في الكلام. انا شبكه الكلام بتشكر حضرتك يعني، ونتمنى بقى المره اللي جايه كده نكون شايفين حاجه يعني احسن. ان شاء الله باذن الله. ميرسي قوي، شكرا.